البسكوته بتتكلم على نفسها، مش محتاجه ان انا اتكلم عليها. عجينه مظبوطه 100%. بصوا حاجه مانجا مانجا مانجا، مفيش بعد كده. بصوا حاجه جميله. هكسر لكم دلوقتي واحده. بصوا صوت الكسره والخروشه، بس انا عشان بس صوت الكسره والخروشه شلته، بس هي يعني انا سامعاها. ماشي. هبتدي دلوقتي بقى ان انا ايه، ابتدي اكمل. ده كمان غيرت الرسمه علشان برضو ايه اشكل في الرسومات، عشان لما بيبقى متشكل الرسومات كتير، في عندي حد بيحب الرسمه دي، في عندي حد بيحب الرسمه دي، فارضي جميع الاذواق. هنا بقى بعد ما نزلته علشان خاطر اشيله، بوريكم شكله ان هو لما هدي لونه اتظبط وبقى كويس، ما بقاش زي ما هو كان في الاول طالع. هنا دي الصينيه بتاعتي الكبيره، بحط عليها بقى البسكوت بقى عشان يبرد يتهوى، وبعد كده ببتدي ان انا اعبيه علشان ما ياخدش رطوبه. اهو ده شكله. وهنا دي برضو لما اوريكم الرسمه اللي انا كنت عاملاها بعد ما استوت وطلعت. طبعا هي لسه طالعه تمام. والفرن بقى كان خد درجه حرارته، فالفرن لما بياخد درجه حرارته بيظبط معايا الشكل. وهنا دي الرسمه التالتة اللي انا كنت عاملاها، بوريكم برضو شكلها بعد ما استوت. اهو بصوا شكلها، البسكوته بقى لونها ذهبي. هنا كل كمية البسكوت طلعت معايا، ودي كمية ال2 كيلو بسكوت. ده الشكل النهائي ليها. طبعا بسيبها تهدى كده وترتاح ساعة وتبرد خالص، وبعد كده ببتدي ان انا اشيلها بقى علشان ما ياخدش رطوبة، ويبقى انه محافظ على الخشونة والخروشة والطعم بتاعه. بس بوريكم يعني الكمية اللي طلعت منه كلها بالاشكال بتاعته كلها. هنا بجيب كرتونة وبحط فيها كيس نضيف يكون بيكفي الكمية اللي عندي كلها، علشان اقفل الكيس عليه كويس والكرتونة ما ياخدلوش هوا. افتح الكيس اخد اللي انا عاوزاه ارجع تاني. الباقي لو اتبقى منه يعني مسكوش في الهوا عشان بيطرى كده وبيبوش تمام. اروح مرجعه تاني الكيس وقافله عليه. طول ما انا محافظه عليه يقعد معايا، ممكن يقعد معايا شهر شهرين، ما ياخدش رطوبه ويبقى حلو معايا وطعمه مظبوط زي ما يكون لسه خبزاه دلوقتي او عاملاه دلوقتي، ومحافظ على الخروشه ومحافظ على طعم. ماشي. هنا بعد ما رصيت كل الكميه بتاعتي وحطيتها اهو في الكرتونه بتاعتي واقفل عليها كويس. بصوا ده شكله وباين الاشكال بتاعته بعد بقى ما هادي وحرارته مشيت. بصوا شكله حلو وشكله مظبوط، وعامل زي اللي بيكون موجود في المحلات السوبر اللوكس الفاخر. مفيش احلى من كده. من اول مره تلاقي عجينه مظبوطه وطعم مظبوط. هو شكله بيتكلم عن نفسه.